السلام عليكم، يا رب تكونوا كويسين. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن السي اس اس كومباينيتور سيلكتور. بعد ما خلصنا الاتريبيوت سيلكتور احنا هنتكلم عن الكومباينيتور. يعني ايه اصلا كومباينيتور سيلكتور؟ الكومباينيتور سيلكتور ده ان انا بختار الاليمنت بناء على علاقته باليمنت تاني. يعني مش مثلا بناديه هو دايركت، ولا بروح اناديه باتريبيوت موجوده فيه، ولا الكلام ده خالص. انا بناديه باسم البيرنت بتاعه، باسم التشايلد بتاعه، باسم السيبلينج بتاعه. كل ده احنا هنشوفه مع بعض، لان اصلا انا البيج بتاعتي بنسميها الدوم تري، بتتكون من عناصر متداخله جوه بعض. فهنبقى في عنصر بيرنت، العنصر في تشايلد البيرنت، في سيبلينج، عناصر في نفس الليفل. وده احنا هنشوفه سوا مع بعض. تعالوا كده نبدأ مع بعض نعرف ايه هي الكور سيلكشن بتاعتنا او العناصر بتاعتنا. زي ما قلنا هيبقى في علاقة ما بينهم، يا اما اول حاجة تكون descendant، وانا هنا في الوقت ده بتارجت كل النستد children. خلونا كده نفهم الكلام ده. انا هروح اعمل دفاية مثلا، وجوه الدفايه دي هروح اكتب باراجراف، ونكتب جواه مثلا hello to our website. المفروض الديف ده اسمه parent لانه شايل جواه الباراجراف، فيبقى الباراجراف ده child ليه، يبقى ده parent ده child. زي هنا بالظبط. تعالوا كده، ادي البادي وادي الهيد. المفروض ال HTML ده parent ليه؟ لانه شايل جواه الهيد وشايل جواه البادي. الهيد المفروض شايل جواه دول، يبقى دول child للهيد، والهيد يبقى بيرنت ليهم. طب الهيد والبادي، الهيد والبادي في نفس الليفل، فبنقول عليهم سيبلينج، زي بالظبط الاب والابن والاخوات، هو نفس الكلام. هنرجع تاني للمثال بتاعنا. يبقى انا معايا ديف جواها باراجراف، وهنروح نعمل جواها سبان مثلا، والسبان ده جواه باراجراف تاني، وهنكتب فيه مثلا برايس $30. فالمفروض دلوقتي الدفاية دي بيرنت شايله مين؟ باراجراف شايله السبان، والسبان ده بيرنت شايل باراجراف تاني جواه. انا لو عايز اسلكت الباراجراف، انا عايزه اسلكت الباراجراف دلوقتي، طبعا عشان المثال عندنا هنا صغير هتروح تقول لي عادي جدا هروح اعمل باراجراف كده الكالر بتاعه ريد. وتعالوا كده نبص على الاوتبوت اهو، دي ما فيهاش اي مشكله وصح 100%. طبعا في المثال بتاعنا هنا الدنيا بسيطه وسهله، لكن احنا لو هنتخيل دلوقتي ان احنا معانا بروجكت كبير وعندنا اكتر من دفايه واكتر من باراجراف واكتر من كذا حاجه، فهنيجي مثلا نقول هنا ندي لده كلاس اسمه كارد مثلا. انا عايزه اسلكت اي باراجراف جوه الديف اللي واخد كلاس اسمه كارد. يعني تعالوا ناخد نفس دي، ناخدها كوبي بيست كده عشان ما نديهاش الكلاس اللي اسمه كارد، عشان نبدا نشوف ايه الفرق اللي هيحصل معانا. انا الديف اللي واخد كلاس كارد ده انا عايزه اسلكت كل الباراجرافز اللي جواه، سواء بقى كانت تشايلد ليه دايركت، هو كده يعتبر تشيلدرن ليه دايركت، لكن ده مش تشيلدرن ليه دايركت، هو يعتبر حفيده. يعني ده الاب، ده الابن، ده ابن الابن، فيعتبر هو الحفيد ليه زي ما بنقول كده. فاول تايب من السلكتور اللي هو اسمه الديسندنت، اللي هو ده بيتارجت كل النستد تشيلدرن. اي تشيلدرن، مش لازم يكون دايركت ليه، مش لازم يكون ابنه على طول، ممكن يبقى حفيده، حفيد حفيد حفيده، وهكذا. ده اسلكته ازاي؟ بان انا كل اللي انا هروح اعمله، هروح انادي الدفايه اللي هي واخده كلاس كارد دوت كارد. شفتوا اول ما قلت دوت كارد راح مسك الاولى لان هي دي فيها اللي دوت كارد، وعايز اخد الباراجراف بس، فهو كده هيروح يديني الباراجراف. تعالوا كده مثلا نعمل هنا سبان تاني ونقول شيرت مثلا عشان نشوف هل هي هتتغير لونها ولا لا. ليه؟ لان ده سبان. انا قايله له ادخل جوه الكارد، الكلاس اللي اسمه كارد، نقي لي اي باراجراف. فاخد الباراجراف الاولاني اللي هو ده، واخد الباراجراف التاني اللي هو جوه السبان كمان. فهو عمل ايه؟ ما بقاش فارق له هو دايركت يعني ابنه على طول ولا مش ابنه على طول، المهم هو جوه الدفايه بتاعتي. ده اول نوع اللي هو اسمه ايه؟ الديسنتنت. طيب تاني نوع اللي هو بقى اللي تشايلد سيلكتور. انا هختار الدايركت، يعني مش هاخد دلوقتي لا حفيدي ولا غيره، انا هاخد الدايركت تشيلدرن بتاعي. فساعتها بدل ما كنت بسيب مسافه كده، لا انا بعمل ارو. وحتى بصوا قبل ما احط الارو، بصوا كده لو انا واقفه هنا هو حاطط لي هنا ايه؟ دوتس. يعني معناها انا هدخل جوه اي اليمنت واخد كلاس اسمه كارد، وهنقي من جواه اي باراجراف، وحاطط لي هنا دوتس. يعني معناها ممكن يبقى في عناصر قبلي وفي بيرنتس قبلي. لو جينا بقى عملنا الارو بيقول لي ايه؟ ما بقاش فيه دوتس، وبقى بيقول لي انا هدخل جوه اي اليمنت واخد كلاس اسمه كارد، هاخد الباراجراف الدايركت بتاعي اللي هو المباشر ليه. فبصوا كده ايه اللي حصل؟ هو اخد بتاعه اول واحده اللي هو الدايركت، ما اخدش اللي جوه السبان، لا هو اخد الباراجراف الدايركت بتاعي اللي هو على طول مفيش اي فاصل بيني وبينه. طب ما حد يقول لي طب انا لو رحت عملت باراجراف هنا تاني وقلت مثلا هلو،
هل هتاخد؟ هتاخد عادي جدا. ليه؟ لان هي ابنه المباشر. ازاي؟ تعالى كده اقفل دي، ده يعتبر الابن ليه، وده الابن ليه، وده الابن ليه. هو مش متشال جوه حاجه، او مش محطوط جوه element تاني. فانا كده عرفت الطريقه التانية. والطريقه التانية ان انا بسلكت الدايركت تشيلدرن. فدي تاني حاجه. بعد كده بقى احنا كده اتكلمنا عن اي علاقه ما بين البيرنت والتشايلد، وقلنا يا التشايلد ده دايركت يا التشايلد ده ديب، يعني ممكن يكون دايركت وديب كمان. طب دلوقتي بقى هندخل على السيبلنج اللي هما الاتنين في نفس الليفل جنب بعض، مفيش حاجه داخل element تاني. فالسيبلنج ده عندي طريقتين، يا اما هسلكت الفيرست سيبلنج ليا، اخويا المباشر اللي مولود بعدي على طول، يا اما هسلكت اي اخ تاني ليا. يعني احنا لو رحنا بصينا في الكود بتاعنا دلوقتي، انا عايزه اقول انا هاخد اي سبان اخ ليا على طول، يعني اللي هو الشيرت والسبان دي. فبنعملها ازاي؟ بروح انادي باراجراف. طب انا ناديت الباراجراف ليه؟ لان هقول للباراجراف هي هتنادي اخوي، فالباراجراف هتعمل ايه؟ بي بلس سبان. يبقى بي بلس سبان دي بصوا كده معناها ايه؟ ان انا هاخد الاخ المباشر ليا، هاخد السبان اللي بعدي على طول. لو عملنا كولر بلو بص كده، راح اخد الاخ الاولاني، ادي الباراجراف دي اخدت الاخ اللي بعدها على طول. طب ما تيجي نعمل كمان واحد، يعني احنا لو رحنا عملنا كمان واحد كده، هل نخليها مثلا تي شيرت، هل هيتاخد؟ لا. ليه؟ لان هو بياخد الدايركت بس اللي بعده على طول، بس ما بياخدش اكتر من كده. برضو لو بصينا هنا ادي الباراجراف اخد السبان اللي هو الاخ اللي بعده. طب انا عايز كل الاخوات بتوعي، بعملها ازاي؟ بعمل باراجراف، وبعد كده عارفين الباك تك، بنعمل شيفت باك تك، وبعدين نختار السبان ونقول والله احنا هنخلي الكولر مثلا بتاعكم ده. بصوا كده عمل ايه؟ اول حاجه هو هيروح ياخد كل السيبلينج. فانا عندي ادي الباراجراف، اول سيبلينج ليها سبان اهو، تاني سيبلينج سبان اهو، تالت سيبلينج سبان اللي هو فيه البرايس اهو، هي خدت السبان. نيجي على الدفايه اللي بعدها، ادي الباراجراف، فين السيبلينج بتاعها؟ السبان جواها الباراجراف ب $30. يبقى انا كده عملت سيلكت لكل السيبلينج بتوعي، حتى زي ما بصينا كده في دوتس، يعني معنى كده ان انا هاخد اكتر من واحد مش واحد بس. فده ازاي ان انا اختار السيبلينج بتاعتي. طبعا احنا ممكن اصلا نحل كل المشاكل دي عن طريق ان انا اروح اعمل كلاس واروح اعمل اي دي لكل اليمنت واقعد اختار، بس ده مش الصح. طول ما انا معايا مساحه او ان انا اقدر اقلل ان انا استخدم كلاسز واي دي وديفات والكلام ده كله بيبقى افضل. وانا هنا دلوقتي بتحكم بطريقه اداء، وفي نفس الوقت مش بأثر على اي عناصر تانية هتبقى قدام معايا. انا كده سلكت حتة معينة بس هي اللي هقدر اعدل عليها. وبس كده ان شاء الله تكون السيشن دي واضحة وبسيطة، والسيشن الجاي ان شاء الله نكمل باقي السلكتورز.